بيبدأ فيلمنا بعد اجتماع مهم حضره كل زعماء العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أصدر إعلان مهم وكان بيقول إن كوكب الأرض بيتعرض لانهيار بيئي بسبب تغيير المناخ، وده أدى لنقص في الأكل والشرب والموارد في كل أنحاء العالم. والحل النهائي اللي اتفق عليه كل الزعماء هو قفل الحدود بين الدول، وكل دولة عندها سنة واحدة بس علشان تقلل عدد سكانها بنسبة 20%. وبعد الإعلان ده بنشوف مجموعة من الناس واقفين في طابور طويل علشان ياخدوا حصتهم من المية، وكلهم كانوا ماسكين شمسيات علشان يحموا نفسهم من الإشعاع الفوق بنفسجية. وفي نفس الوقت بنشوف رجال منظمة طبعا للحكومة بتنقل جثة شخص من بيته للعربية. وفي اللحظة دي بيظهر شخص اسمه بوب وبيدخل بيت الشخص اللي مات وبيسلم بنته ظرف في فلوس. وهنا بنعرف ان الحكومة فرضت برنامج اسمه تضحية من اجل الوطن، واللي بيخلي كل العائلات تضحي بواحد منهم علشان يقلل من عدد السكان والشعب يقدر يواجه الأزمة. وقتها الحكومة بتدفع مبلغ مادي لكل أسرة تضحي بواحد من أفرادها. وبعدها بنشوف يوسف ومالك اللي كانوا في عربيتهم وبيراقبوا كل اللي بيحصل، وكان واضح إنهم مش راضيين عن تصرفات الحكومة مع الشعب. ويوسف كان سايق العربية هو ومالك، وكانوا متضايقين جدا من الإعلانات اللي مالية الشوارع واللي بتشجع الناس على التطوع في برنامج التضحية من أجل الوطن. ومالك اتعصب ورمى القهوة بتاعته على كل الإعلانات. وبعد كده يوسف ومالك بيوصلوا قصر شخص اسمه تشارلز، واللي اتضح ان هو صاحب شركة نقل عفش. ويوسف ومالك دخلوا القصر وشالوا البيانو وطلعوه للدور اللي فوق، والتلفزيون كان شغال وبنشوف شخص اسمه جارد واللي بيكون في برنامج تلفزيوني. وجارد كان بيتكلم عن الأزمة وأعلن تأييده للبرنامج تضحية من أجل الوطن، وبيقول ان ده واجب وطني على كل أسرة في المجتمع. وشجع جارد العائلات على تقديم أفراد منهم للموت، خصوصا ان دولتهم متأخرة جدا عن باقي الدول في تخفيض عدد السكان. وقتها مالك بيتعصب جدا من كلام جارد وبيشتمه بصوت عالي، وتشارلز اللي هو ابو جارد بيسمعه، لكن مالك بيعتذر بسرعه. وهنا عرفنا ان تشارلز كان مذيع مشهور لكنه بقى متقاعد، وتشارلز سابه وراح لمرات دون في المطبخ. وبنعرف ان دون كانت شيفه مشهوره وقتها كانت بتحضر اكل لانهم عازمين اولادهم على الغداء، وكانت حزينه جدا لان تشارلز قرر هو ودون يقدموا نفسهم لبرنامج التضحيه من اجل الوطن. وتشارلز كان بيهديها وبيقول لها انهم بيعملوا كده علشان خاطر اولادهم يعيشوا. وفي اللحظه دي شافت تشارلز في الاخبار ان بنتهم ريشل بتتعرض لانتقادات كتير وانها ممكن تتحاكم لانها بتشتغل مدير تنفيذي لشركه ادويه، والشركه دي انتجت دواء بيسبب اعراض جانبيه كتير. وبعدها جارد بيوصل للقصر، وقبل ما يدخل اتصلت مراته بيه واتخانقوا بسبب ان جارد قال في البرنامج انه مستعد يقدم ابنه اللي عمره 10 سنين لبرنامج التضحيه من اجل الوطن. فجارد حاول يشرح لها ان المذيعه هي لعبت بالالفاظ، لكن مراته قالت ان ابنهم منهار وخايف منه. وجارد بيعتذر وطلب منها تديله التليفون علشان يكلم ابنه، لكن مراته قالت له ان ابنه خايف منه ومش عايز يكلمه، وطلبت منه ما يرجعش البيت لحد ما الولد يهدى وينسى. في الوقت ده نوح اللي هو اخو جارد كان واقف قدام القصر تحت الشجره وكان خايف يقابل ابوه، فاتصلت بيه صاحبته جريس وقال لها انه متوتر جدا. وجريس نصحته انه مش هيقدر يواجه اهله، احسن له ما يحضرش الغداء ويقول لهم انه ممكن يقابلهم في وقت تاني لما يحس انه مستعد ويقدر يتعامل معاهم. ونوح وقتها اقتنع بكلامها، ركب مع اخته اشلي في عربيتها وسالها لو هي عارفه ابوهم عاوزهم ليه، فقالت له انها ما عندهاش اي فكره. نوح واشلي كانوا قريبين جدا من بعض، فقال لها نوح انه بيحب صاحبته جريس وهيتجوزها. وقتها اشلي بتفرح له جدا، خصوصا لما عرفت ان جريس ساعدت نوح انه يبطل ادمانه. وبعد ما وصلوا للقصر استقبلهم تشارلز وحضنهم، وبعدها قعدوا على السفره وقدمت لهم دون الاكل. ونوح سالها عن مطعمها لكنه حزن جدا لما قالت له ان المطعم اتحرق. وتشارلز هو كمان واقف وتاسف على شغله واعتذر لاولاده وقال لهم انه ندمان على اللحظات اللي قضاها بعيد عنهم. وفجاه اعلن تشارلز هو ودون انهم هيقدموا نفسهم لبرنامج تضحيه من اجل الوطن. وقتها ارشلي اعترضت وقالت لهم انها هتروح تقعد في اوضه المكتب، وتشارلز قال لاولاده ان هو ودون حابين يموتوا وسطهم وانهم بيعملوا كل ده علشان يحموهم من برنامج التضحيه من اجل الوطن. ساعتها جارد بيعترض على تصرف ابوه وبيقول انه اتسرع جدا في قراره، وان الحكومه عمرها ما هتطلب منه انه يقدم نفسه او حد من عيلته للموت، لان الحكومه ما بتعملش كده مع الاشخاص الاغنياء والاقوياء زيهم. وساعتها طلب جارد من تشارلز انه يراجع قراره، لكن تشارلز رفض وقال له انه مش عايز يخاطر بيهم في المستقبل. واشلي سالت دون عن السبب اللي خلاها توافق على اقتراح تشارلز، فقالت لها ان هي وتشارلز شخصيات عامه وانهم هيكونوا قدوه علشان يشجعوا الناس يعملوا زيهم. بس اشلي ما اقتنعتش بكلامها وقالت لابوها انه عمل كده علشان سمعته وانه عايز يرفع اسم عيلته اكتر واكتر. فقالت له انه حاسس ان مفيش اي امل في ولاده ومحدش فيهم بقى ناجح ومشهور زيه، حتى جارد اللي هو ساعده انه يدخل مجال الاعلام بقى فاشل ومش قادر يخلي الناس تحبه. وقتها نوح كمان بيتعصب على ابوه وقال له ان لسه من شويه كان بيعتذر لهم لانه ما قضاش وقت طويل معاهم. ونوح خرج على السيطره لانه مش متخيل ان ابوه وامه هيموتوا. فدون زعقت لنوح وطلبت منه انه يهدى، فنوح سمع كلامها وسكت وما اتكلمش. ودون قالت لهم انهم هيكملوا كلامهم وهم بياكلوا الحلويات، وراحت المطبخ عشان تجهزها لهم. ونوح حاول يخلي ابوه يغير رايه وقال له ان الحكومه بتزور الارقام اللي بتعرضها
وعرفوا ان الحكومه وصلت للعدد اللي عايزينه من زمان، لكن المسؤولين لقوها فرصه عشان يتخلصوا على فئات معينه من الشعب، والحكومه بتدفع 250 الف دولار لكل فرد يضحي بنفسه. وقتها جارد بيتعصب على كلام نوح وقال ان الحكومه مستحيل تعمل كده، وتشارلز طلب منه انه يبطل كذب وقال له انه بقاله 30 سنه بيعمل لقاءات مع مسؤولين في الحكومه ومفيش واحد فيهم كان بيقول الحقيقه للشعب، وقال له ان تصريحات الحكومه بتسبب فتنه بين الشعب والمهاجرين. ولما اعلنوا عن السبب في تغيير المناخ هم دول اسيا وافريقيا، ساعتها المواطنين حرقوا البيوت ومحلات المهاجرين ومن ضمنهم مطعم دون لانها كانت من اصول اسيويه. وتشارلز بيكمل كلامه وبيقول ان الحكومه بتحاول تتخلص من المهاجرين بحجه قانون التضحيه من اجل الوطن. وإيشلي قطعت كلامهم وغيرت الموضوع وقالت لهم ان نوح بيحب بنت اسمها غريس وعاوز يتجوزها، ونوح ما كانش حابب ان إيشلي تتكلم في الموضوع ده لانه خايف من رد فعل ابوه. وقتها نوح بيقول لهم ان جريس بطلت ادمان من 10 سنين وانها ساعدته كمان يبطل ادمانه، وقال لهم ان جريس مديرة مسرح كبير وهو بيشتغل فيه عازف بيانو. وقتها تشارلز بيبارك لابنه واتمنى له السعاده في حياته، وبعد كده قال لهم انه هيروح يساعد دون في المطبخ، لكنه رجع وهو ماسك رساله من دون وكان مصدوم لان دون قالت انها مش تقدر تضحي بنفسها وانها هتهرب لمكان بعيد ومحدش هيشوفها تاني، وكلهم بيتصدموا من اللي بيحصل. وقتها حس تشارلز بالذنب لانه اجبرها على الموت وهي وافقت بس علشان ترضيه. بعدها الباب خبط وكان بوب جاي علشان ينفذ اجراءات الموت لتشارلز ودون. وقتها بيقولوا ان دون مش موجوده وسالوه لو ممكن ياجلوا العمليه لحد ما يلاقوها، وبوب طلب من تشارلز انهم يتكلموا لوحدهم وخده وراح للمكتب. وهناك بوب قدم ورق لتشارلز وطلب منه انه يمضي عليه. اول ما تشارلز قرا الورق اتعصب جدا لكنه كمل في الاجراءات من غير ما يعرف ايه اللي مكتوب في الورق. ساعتها نام تشارلز في سريره واولاده حواليه، ونوح عزف على البيانو موسيقى حزينه واعتذر لتشارلز وطلب منهم انهم يخلوا بالهم من نفسهم. وبعدها بوب حقن تشارلز بحقنه مخدر وبعدين حقنوه بحقنه تانية واللي بيكون فيها السم. واثناء ما كانوا بينقلوا الجثه بوب قال لجارد واخواته انهم محتاجين الجثه التانية لان تم استدعائه علشان ياخد جثتين من عيلتهم. ونوح اتعصب عليه وكان عايز يضربه لكن الجنود دخلوا البيت ورفعوا اسلحتهم ناحيته. وبوب بيقول لنوح واخواته ان قدامهم ساعتين بس علشان يقرروا مين فيهم اللي هيموت. فساعتها جارد استغل علاقاته واتصل بالمسؤولين على طول، لكن بوب فاجئه وقال لهم انهم عملوا تشويش على كل اشارات التليفون والانترنت، وقال لهم انه هيستنى في عربيته لحد ما يقرروا مين فيهم اللي هيموت. وجارد واخواته طلبوا من بوب انه يدور على دون ويموتها وبكده ياخد الجثتين بتوعه. وفضلوا على الحال ده لمده ساعتين. بعد كده نوح سأل عن الاوراق اللي ابوه مضى عليها وبوب قال له ان ابوه كان عاوز اجراءات الموت لكنه غير رايه لما عرف ان كل ممتلكاته هتتصادر وهيتحبس مدى الحياه، وغير ان اسمه هيتحط في قائمه المواطنين الجبناء اللي تخلوا عن واجبهم ناحيه الوطن. وبوب وزع عليهم المستندات كان فيها معلومات عن كل واحد فيهم. وبوب قال لجارد انه لازم يساعدهم ياخدوا القرار ويضحوا بنفسهم، وقال له انه اناني والست اللي بيخون مراته معاها بتخونه مع كذا واحد. وبعد كده بوب اتكلم مع ريشل وقال لها ان سمعتها وحشه وانها ممكن تتحبس، ده غير ان بنتها مش هتكون فخوره بيها خالص. وريشل اتعصبت وضربته، وساعتها بوب قرر يسيبهم لوحدهم لحد ما ياخدوا قرارهم، وقال لهم لو الساعتين خلصوا من غير ما يقرروا هو هيجي بنفسه ويختار واحد منهم. نوح واخواته فضلوا ساكتين وجارد اقترح ان نوح هو اللي يموت لان اخوهم بالتبني واخد فرصه كبيره علشان يعيش حياه كويسه، لكنه ضيع الفرص دي لما بقى مدمن. وجارد قال انه خبط واحده ست بعربيته وقتلها وهو تحت تاثير المخدرات، لكن إيشلي بتعترض على كلام جارد وبتتخانق معاه. ونوح قال لهم ان هو جاي النهارده علشان يعتذر ويعرفهم انه بطل الادمان وبقى انسان كويس. وريشل قالت انها مش مستعده تموت وطلعت سكينه وهددت نوح انه يقتلها، ونوح فضل انه يتصاب في صدره والسكينه وقعت من ريشل قدام إيشلي. وريشل حاولت تقنع إيشلي ان نوح لازم يموت علشان يزيد نصيب كل واحد فيهم من ميراث ابوهم، ده غير ان نوح اخذ نصيبه من الميراث لما ابوهم دفع 3 مليون دولار تعويضا لاهل الست اللي ماتت علشان يحمي نوح ويخليه ما يدخلش السجن. وإيشلي غيرت رايها ورمت السكينه، وجارد راح عشان يجيب سيخ حديد علشان يهجم بيها على نوح، وارشل جابت بخاخه علشان تهجم بيها على نوح كمان. وقتها نوح بيتحرك بسرعه وبيضربهم كلهم وبيجري على اوضه في البيت. في اللحظه دي إيشلي هجمت على نوح لكنه قدر يسيطر عليها، ولما جت إرشل عشان تطعنه ضربها ووقعها على الارض. وساعتها ارشل بتحدف عليه السكينه وسابتها في ظهره. في الوقت ده وصل لبوب خبر انهم قبضوا على دون، والمفروض ان بوب يلغي اجراءات الموت لجارد واخواته لكنه رفض واصدر اوامر ان دون تروح على المقر الرئيسي. وبعد كده بنرجع لنوح اللي قدر يطلع السكينه من ظهره، واتضح انه تعبان جدا بسبب الاصابه لكنه استحمل الالم وطلع تليفونه وكتب رساله لصاحبته غريس ورمى التليفون من الشباك بعيد عن البيت علشان يلقط شبك والرساله توصل لغريس. بعد كده كسر نوح ترابيزه خشب واخد منها خشبه مدببه علشان يدافع بيها عن نفسه.
وراح يدور على باقي اخواته لحد ما لقى ايشلي مستخبيه ورا الباب، وايشلي خافت منه واعتذرت له على اللي عملته، ونوح قبل اعتذارها وسالها عن جارد. وارشل قالت له انهم في غرفه المعيشه ومعاهم سكاكين، فقال لها انه لازم يتكلم معاهم علشان يحلوا الموقف اللي هم فيه. وساعتها ايشلي وقفته قدام صوره ليهم وهم اطفال، ونوح قرب من الصوره وحكى لايشلي عن الصوره وهو مبسوط. لكن في الحقيقه ايشلي كانت بتخدعه علشان تدي فرصه لجارد وارشل انهم يقتلوه، وهجمت على نوح من ظهره وضربته بمفك في ايده. في اللحظه دي جارد هجم على نوح علشان يقتله، لكن نوح ضرب جارد وارشل ووقعهم على الارض. بعد كده قدر نوح انه يطلع المفك من ايده ودخل الاوضه وقفل على نفسه، واول ما دخل عليه جارد ضربه بالخشبه، ولما دخلت ارشل ضربها بالشوكه في رقبتها ومرضاش يموتها. وخرج نوح من الاوضه وضرب جارد تاني لكن مرضاش يموته برضه. وقتها ايشلي جت من وراه وضربته على دماغه ووقعته على الارض. بعد كده ربطوا نوح واتجمعوا حواليه، وكل واحد فيهم مسك سكينه علشان يقتله. لكن في وقتها بيسمعوا صوت حد بينادي على نوح من بره البيت، ولما طلعوا كلهم بيشوفوا جريس صاحبة نوح واقفه قدام البيت وبتصور بوب ورجالته بتليفونها، وسالت عن نوح. ولما شافتها الحكومه طلبت منها تبعد عن البيت، لكن جريس رفضت وكانت عاوزه تطمن على نوح باي طريقه. بعدها جارد واخواته عرفوا جريس ان نوح بخير، وطلبوا منها انها تجيب المساعده علشان تنقذهم من بوب. لكن واحد من جنود بوب ضرب جريس بالنار وقتلها. ساعتها ارشل بتقول لبوب ان هو كده مع جثتين، فبيعتذر لها بوب على كلامها وعرفها انه لازم ياخد الجثتين من عائلتهم. ودخلت ارشل مع اخواتها جوه البيت، لكنهم اتصدموا لما اكتشفوا ان السكاكين اختفت وان نوح مش موجود. في الوقت ده نوح طفى نور البيت كله، فساعتها بيجروا كلهم على المطبخ وكل واحد منهم بياخد حاجه علشان يدافع عن نفسه. بعد كده بيبداوا يدوروا على نوح جوه، لكن ايشلي لقيته قدامها وهو ماسك سكينه في ايده وهجم عليها وضربها لكن ما موتهاش. وبعد كده ضرب جارد ووقعها على الارض، وهجم نوح على راشر وطعنها في وشها ورجع لايشلي، لكنها بدات تتكلم مع نوح وقالت له انها هتضحي بنفسها. ساعتها نوح بيوافق وبيسيب ايشلي، وجارد قال لهم ان هو اللي هيقدم نفسه للموت لانه انسان اناني وعايش حياته كلها مش بيفكر غير في نفسه وبس. وقتها نوح بيقول لهم ان مفيش حد فيهم هيموت وانه عنده خطه تنقذهم كلهم. وايشلي المصابه بيغمى عليها من شده الالم، وبيعدي الوقت والساعتين بيخلصوا. ولما بيدخل بوب على نوح واخواته علشان يعرفوا ما يعملوا ايه بالظبط، وكانت جثه ايشلي موجوده على الارض، وشكرهم بوب علشان اتعاونوا معاه ونفذوا كلامه. وطلب من واحد من رجالته انهم يجيبوا حاجه يشيلوا عليها جثه ايشلي، لكن ايشلي طعنت مساعد بوب في رجله، ومسك نوح سكينه وحطها على رقبه بوب. وفي الوقت ده دخلوا رجاله بوب ورفعوا اسلحتهم على نوح واخواته، وساعتها نوح بيطلب منهم انهم ينزلوا الاسلحه والا هيقتل بوب. فبينفذوا كلامه فعلا، وراح جارد واخد منهم كل الاسلحه. لكن للاسف في الوقت ده ايشلي ماتت فعلا من تاثير اصابتها. وقال له بوب ان كده المشكله اتحلت خلاص، لكن جارد بيضربه وبيفقد الوعي. وبعد كده بيفوق بوب وبيلاقي نفسه مربوط في السرير وكل رجالته مربوطين هم كمان. لكن وقتها بيتصدم لما بيشوف جثه الجنديه اللي قتلت غريس، وساعتها فهم ان نوح قتلها علشان ينتقم لصاحبته. فترعب بوب اكتر لما لقى نوح ماسك حقنه وجاي ناحيته. فساعتها بيقول لهم انهم لقوا دون وهي موجوده في المقر الرئيسي حاليا. فنوح بيتراجع عن فكره قتل بوب. وبعد فتره بنشوف نوح في المسرح قاعد بيعزف على البيانو. كانت ارشل وبنتها مايا وجارد ودنه قاعدين وسط الجمهور، وكانت دون قاعده جنبهم وكانوا مستمتعين بعزف نوح على البيانو. وفي الوقت ده ظهرت النشره الاسبوعيه للمتطوعين، وبنعرف ان فيها ايشلي وغريس اللي ضحوا بنفسهم. وساعتها ظهر بوب وقال ان ايشلي وغريس مثال جميل للتضحيه من اجل الوطن. وبكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي. ما تنساش انك تشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيلم الجاي. سلام.